هذه الحلاوه الانجليزيه. مشاهدي الواجهة، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج الصراحة راحة. اليوم نستضيف الفنان الشعبي عديل الميلودي. عديل، مرحبا بك في برنامج صراحة راحة. مرحبا بالناس ديال الواجهة، ومرحبا بالصراحة، ومرحبا حتى بالراحة، كلشي ديال الله. مرحبا سي عديل، البرنامج راك عرفتي الاسم ديالو الصراحة راحة، بين أجوبة صريحة. هو لا باش يعجبك عديل، المغرب كامل عارف عديل الصراحة راحة، اللي في اللسان هو اللي في القلب نورمال، كنعرفو غير الصراحة راحة. غنبدا معاك السؤال. مرحبا سي عديل، مرحبا. فمك عير ديال الله، كل شيء ديال الله. الله ما وضح لنا هذه القضيه. انت بدا كتصلي، بدا كتقول لنا هادشي ديال الله. الحمد لله كنصلي وسيدي، حنا كنصلي وكنزكي وكندير داكشي اللي كيدير يعني اي مسلم، وحنا الحمد لله هذه الكلمه ديال كلشي ديال الله هي راه ديال الله ماشي ديال الميلودي. كلمه خص اي فنان ولا اي مسلم يقول هذه الكلمه، لان الله سبحانه وتعالى في القران ديالو كيقول لكم كل شيء، يعني كل شيء ديال الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل شيء لابن ادم الا الصوم فانه له انا. يعني هذه الكلمه ديال كله، يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني كل شيء ديالو، راه العبد ما عنده حتى شي حاجه، وهذه الكلمه باينه. يعني الانسان خصو يدخلها لدماغه وهي باينه. راه اي حاجه ملي كدير شي حاجه الا بديتي بسم الله ولا ساليتي الحمد لله، اذا كل شيء ديال من؟ كل شيء ديال من؟ ديال الله. الحمد لله، هذا هو الواقع. هذه سؤال اخر. مرحبا. فين ما كيوقع شي مشكل في المغرب كتنوض انت الاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبدا تيري في عباد الله. كيفاش واش كيحسب لك راسك صحيح انت ولا شنو؟ كتجيني النفس، هذه كتسمى الصحه، هذه كتسمى الانسان خصو يكون واقعي مع ذاته ومع راسو. الانسان اللي كيهضر على شي حاجه اللي هي كاينه خصها تكون. انا الا هضرت كيبقى فيا الحال، انا واحد الانسان بحالي بحال اي واحد من هذا الشعب. انا انسان ولد الشعب، كضرني شي حاجه كنوض نقولها. شي ناس مساكن كضرهم ما كيقدروش يهضروا، واش غندير لهم انا؟ ولكن انا ماشي من دوك الناس اللي غنبقى ساكت، ما يمكنش لي نبقى ساكت، واللي غضرني غنقولها، واللي غضر ولاد الشعب غادي نقولها. المهم انا كنقول شي حاجه اللي هي في الصميم، وما ما كنجبد حتى شي واحد، وما عنديش العيب مع حتى شي واحد، واللي جبدني راه نعجبك فيه. هذا هو عديل الميلودي، واللي ما عجبوش شحال ما عندي ما ندير ليه. كلشي ديال الله. هذا الغيره راه عديل ديال اللي جبدو ما نعقلش عليه. عندك مشاكل كثيره مع فنانين مغاربه معروفين، من بينهم موس ماهر اللي نعتيه بالقرد. حدثنا على هذه القضيه. موس ماهر نعتو بالقرد، هو كيقول لي الحمار. انا وموس ماهر حنا كنتعايروا، ما عندناش مشكل. يقول لي نقول لي قرد، يقول لي حمار، ماشي مشكل. موس ماهر تصالح سماه بخير وعلى خير صافي. حنا كنا مدابزين، كنا هكا، دابا تصالحنا ولينا مزيانين، يعني ما عندناش مشكل. يعني ماشي غير موس ماهر، صالحنا مع بزاف ديال الناس، وهذوك الناس وانا كنعاود نقول لهم هما دائما عادل الميلودي راه ما عمره ما كان فيه لافوت. راه هادي راه هي قلت لك قبيله دابا شويه، قلت لك راه اللي جبدني راه ما كنعقلش عليه. انا راه موس راه هو اللي جابني، ماشي انا اللي جابدو. وهكاك باش عرف عادي خوكم القلب ديالو ابيض وكيسامح العالم الثالث وكل شيء ديال الله. هذا هو الواقع. وانا باش كنعجبك كنجي الانسان فاص، كنجيه في الوجه. انا ما كنضركش وما عنديش الهضره ديال ديك لغه الخشب، ان يبقى عندك لا خويا والنفاق. ما كنعرف لا نفاق لا والو، كنعرف 1 زائد 1 كتساوي 2. هادشي اللي كنعرف انا نورمال، هادشي عادي. دابا علاقتك مع موس ماهر بيضاء؟ مع كاع الفنانه، ماشي مع موس ماهر، مع كاع الفنانه العلاقه ديالي بيضاء معاهم، واللي يجبدني ما غنعقلش عليه نورمال. لا حاليا معاهم كل شيء، مع موس ماهر، مع العالم، اي واحد كان عندي. شكون اللي كان عندي معاهم الخلافات؟ انا بعدا كان عندك مع موس ماهر صافي. عبد الله الداودي هذاك اصلا ما عمري ما غنهضر معاه، وما عمري ما غنتصالح معاه، لانه ما نعايروش، ما نقول له حتى شي حاجه. هذاك الانسان غادي نقول لك كلمه واحده، لان انا ما عنديش مع النفاق. هذاك غيبعد مني، غيدير خير في راسو، في حياته، في الفن ديالو، في كل شيء ديالو. الا بعد مني غادي يربح في الحياه ديالو، من الاحسن ليه. لان انا ما عنديش مع النفاق، ما كنعرفش شنو هو النفاق. وهذاك السيد هذاك ما صافي، انا بيني وبينه. ويعني علاش نقول سميتو موس ماهر، راه كومي موس ماهر ما نعرف، ولكن راه انسان قلبه ابيض، راه ماشي شي واحد فيه الفتنه ولا. موس ماهر وكادير كان كيطلع لي الدم، كان بقى عليا القرضيه الفاعليه الترك من خلينا نقول عليه. وفي فوا نهضر معاه كنلقاه هو هذاك صافي بالضحك وبلا بكرر بحال ما كاين والو. مول الكاسكيطه ما اديتيش، ما صيفطتيش الحبس؟ انا ما كنصيفط حتى شي واحد، واش انا سميتي قانون، واش انا قاضي غنصيفط عباد الله الحبس. مول الكاسكيطه هذاك بينو، هذاك مول الكاسكيطه غيبغي يجبدني.
فهمتيني. هذا هو الواقع. انا كما قلت لك راه باش تعرف هضرتي راه دائما انا كنقول شي حاجه ودائما كتبقى هي اللي كاينه. انا اللي جبدني ما كنعقلش عليه، مول الكاسكيطه جبدني وعيطت عليه في التليفون. انا صيفط لهم دار لهم سميتو في التصويره في الباج ديالو دير سميتو حاتم عمور وعادل الميلودي، حتى حاتم عمور داز في راس العام وفهمتيني بقى هذاك معكر هذا مكحل كيديروا ليه. يعني السيد وديروا هو في الباج ديالو دير عادل الميلودي شدوا بلايصكم السبعه اللايف غنوريكم الحقيقه. غيورينا دابا. انا عيطت له في التليفون قلت له شوف السي مول الكاسكيطه انا الانسان انا بعد مني، انا ما عمري ما اديسك بعد مني، انا ما غاديش نلقى لان ما عندك فاش غتشدني. شنو غتقول عليا انا؟ شنو غتقول لي يا حمار؟ انا نقول لك انا بلا ما تقول انا نقول لك انا راه شاب حمار فرحان، انا راه عادل الوحيد الميلودي راه شعرو داك الحمار. فين عندك المشكل انت؟ هادشي اللي غتقول عليا شي حاجه واحده اخرى ما عندكش. اذا قلت ليه بعد منه، قلت ليه انا مزاوق هكا انا مزاوق الا ما بعد مني. قال لي لا خويا هذا ما كاين والو. داس واحد المده ويدير نفس الديكور وانا نوض ليه عادي. اذا انا نتدافع على راسي، ولا شدوه هاد مول الكاسكيطه راه شدوا على شي حاجه هو دايرها. انا راه ما داير معايا حتى شي حاجه باش غيشدوا عليا انا. لا انا غير هضرت واش انا هو قاضي القضاة، انا راه انسان فنان ديال الله وصافي. خرجتي في باللايف على حاتم عمور على ديك المزال اللي كان داير في راسو. واش انت كيضرك خاطرك ملي كتشوف بحال هاد الحوايج ولا كتغير منهم؟ انا شوف حيت كيبانوا في دوزام وفي الاولى وفي قنوات عديده. انا حاتم عمور انا ماشي عارسو، لا بالعكس انا جيت معاه لان حاتم عمور الوحيد اللي عنده الحق يكون ضده هو الجمهور ديالو. الجمهور ديالو راه ماشي ما كيبغيش حاتم عمور، بالعكس عزيز عليه حاتم عمور. وحيت حاتم عمور عزيز عليه كينوض الجمهور ديالو كيهضر بان لا ما خصوش يدير هكا. هو مسكين ما دار والو، هو حاتم عمور انسان كحل كحل عادي. حتى انا راك كنكحل واحد الوقت عادي كضرني عيني كنكحل ماشي شي. اما بدك العكار هذاك غير فوتوشوب، ديري لي فوتوشوب ديري لي العكار. والوحيدين كما قلت لك اللي عندهم الحق ينوضوا يهجموا عليه هو الجمهور. وداك الشيء اللي كاين الجمهور حيت كيبغي قال لا خصك تكون داك ناضوا. حاتم عمور انا فاش شرت فيه بغيت نعرف غير شي لايف انني عارس، وانا حاتم عمور ما عمرني ما عارسو. ماشي عيرتي هضرتي على قضيه الماكياج. الماكياج راه الناس اللي قالوا الجمهور ديالو اللي قال، ولكن انا قلت لهم في اللايف الا كنتي سمعتي مزيان في اللايف قلت لهم السيد راه كيدير غير الكحل، والكحل اي واحد كيديرو. انا مالك حاتم عمور خويا وعزيز عليا ونموت عليه، هذاك فنان وبامتياز، هذاك ما يهضر عليه حتى شي واحد. بالنسبه اللي كتقول لي انت انا كنغير عليهم على حساب الاذاعه، الاذاعه ما عندها ما غتعطيني، لان ملي كانت الاذاعه هي اذاعه دز فيها واحد الوقت فهمتي. راه عادل الميلودي راه في 2000 في 99 2000 2001 و2 و3 و4 حتى 2008 رانا دائما في الدوزيام. ملي كانت الاذاعه اذا قبل ما يدخلوا شي وحدين كياخذوا الفلوس في الاذاعه. اما فهمتيني. اما دابا الحمد لله عندي فيسبوك، عندي غير فيسبوك وعندي لي فانز اكثر من اللي كاين اللي عند الاذاعه براسها اللي هي الدوزيام عند اكثر منها، عندي انا اكثر منهم. انا كندير على لايف كتوصل ليا في اللايف كتوصل 300000 400000 500000 ديال لي في ما عاد تشوفوهمش هما في الدوزيام ما عاد تشوف فهمتيني. انا الحمد لله غير من الفيسبوك راني كاين وواجد وحاضر عادل الميلودي وبامتياز دائما حاضر الحمد لله بالجمهور ديالي بالشعب ديال المغربي اللي كيحب عادل الميلودي ابار شي منتقدين. لان لولا النقاد لما كان الكتاب لما كانوا الفنانه دور الانسان ينتقدك. وانا كنفرح ملي كينتقدني بنادم، ولكن في الانتقاد ديال الانسان لا بليبار ديال الانتقادات يعني غير كيبغيو يهضروا شي وحدين. اما بالنسبه للجمهور ديال عادل الميلودي راه غادي مع عادل ودافع به وزيد عرفتي بحال دابا عادي بحال شي واحد داروا ليه بحال هكا ودفعوا يعني احسن جمهور في العالم كلشي ديال الله. مرحبا. عادل الزوجه ديالك حصلاتك مالها كتخون فيها وشحال هادي؟ وعلاش شحال هادي؟ على مال هادي الفنان الوحيد اللي عنده زوجات ودير حصلات. وراه نتحدى شي فنان في المغرب ما كانش كيدير داك الشيء هذاك نتحداه، وكاين اللي باقي الان كيدير. ولكن عادل الحمد لله ولله الحمد من 2010 هو داير عقله الى 2017 7 سنين دابا، وعندي 2 وليدات. المراه مزيانه والحمد لله غادي مزيانين، المراه كتصلي وعادل كيصلي وكنعيشوا الحياه السعيده ومزيانين معززين مكرمين وما عندناش غرام ديال المشكل. بصراحه ملي حصلاتك ما وقعش بيناتكم شي نقاش ولا شي نزاع؟ شوف انا دماغي كان هكاك، انا واحد الانسان كنت كنشرب كنت كندير كل شيء. يعني انا ما كنتش كنعرف شنو كندير.
يعني الذات ديالي ما عارفه شنو كانت كدير، والحمد لله دابا ما بقينا لا كنشربوا ما بقينا كنديروا حتى شي حاجه، ولله الحمد بخير وعلى خير. نورمال عادي، لان هذا الشيء اللي كتقول لي يا استاذ، لان هذا الشيء راه اي ماشي غير فنان، اي مغربي وصل لهذه المرحله هذه، وان فوا راه الله سبحانه وتعالى الله غفور، رغم انه شديد العقاب ولكن راه غفور رحيم. الحمد لله ربي يغفر لنا ويسمح لنا، وغاديين في الحياه ديالنا زوينين، والمراه ديالي زوينه، وعادي شنو الباقي المراه حصلتني شنو غادي تطلقني، غتخرج على راسها، ما غادير صافي حصلتني درت عقلي صافي. هي شنو باغا المراه كتبغي من الراجل غير يكون بعقله ويدير عقله ويمشي مزيان باش يتهلا في وليداته. الحمد لله الوليدات عندنا زوينين، وحنا مهلين في الوليدات ومهلين في المراه ومهلين في راسنا ومهلين في كل شيء ديال الله. مرحبا. واحد الملاحظه السي عديل، مرحبا. الزوجه ديالك مكلفه بجميع الاشياء، بالسفر كتكون في رميلك مع لي فيستيفال، يعني مكلفه بكل شيء. شنو كتبغي زعما تبين لي بانك كتبغيها، وفي نفس الوقت كتستغل هذاك البند وكتمشي دير حوايج اخرين خزنه منها؟ مثلا الحوايج كندير خزنه منها، وتمشي ثاني تحصلك مع شي بنت اخرى لا الا بغيت ندير داك الشيء راه انا اللي كندير. هي اصلا ما عندهاش غرض انني ندير ولا ما نديرش، لان كتقول لك انت كدير شي حاجه بينك وبين مولاك، ربي اللي غتحاسب معاه ماشي هي باغي غير وليداتها يكونوا مزيانين. هذه بالنسبه لك اللي قلتي دابا، هادشي دابا حيدتو من بالي شحال هذه. اما بالنسبه للمراه ديالي تكون هي المناجره ديالي، فهذا كيحصل لي الشرف بان المراه لان المراه هي السفينه ديالي انا، هي الشيفور ديالي انا واحد الانسان كنمشي كنخدم. يعني ما يمكنش ليا فنان قد الخلاوي يمشي يوقف على عباد الله خلصوني، لا. ولكن ملي كتمشي للمراه كتفاهم معها بالكونترا بمسائل السلام هكا صدق هنا هي عارفه شنو واقع، كتاخذ داك الاموال ديالها ما حسن ديها ولا وديها شي واحد اخر. راه كان عندنا موسى، كان المناجر ديالنا موسى وكان المناجر ديالنا وكان كيخدم. يعني ملي كيجيب خدمه راه كيدير الباي ديالو. اذا هاي عندي المدام كتجيب الخدمه وكدير الباي ديالها ديال من راه ديالي وديالها وديال وليداتنا، يعني هي بيناتنا، يعني بلا ما داكشي ديالنا يمشي يدي واحد اخر. هذه من الاحسن، وعاد انها هي مديره اعمال حتى هي وبامتياز، وكتعرف تخدم وكتعرف تتعامل وما تخافش عليها، والحمد لله راني معاها غادي مزيان لقدام وغاديين بخير وعلى خير، وما خصنا حتى شي خير. هذا هو الرباح ولله الحمد. سابقا في الصغر ديالك كنت كتبيع الكارو، كنتي خدام في شي قهوه في كازا، من بعد انتقلتي لقنيطره، دابا درتي العاقه ديال بصح. الحمد لله. واش كاين هادشي ولا ما كاينش؟ كاين هادشي. انا عادي الباع الديطاي، دار سيرور ديال الصبابط، غسلنا في الكيسان، درنا اي حاجه، مسحنا الطوموبيلات. الحمد لله هذيك تسمى بالرجوله. هذه الرجوله ديال الرجوله من الطفوله، يعني من الطفوله. هذا الرجوله ديال عادل الميلودي كانت هكا، ومشينا يعني واحد الانسان ماشي معكاز، ماشي انسان فاشل. نضت وكنخدم ودبرت على راسي وتقاتلت وقيامك حلا حتى جاب الله النصيب وجيت لقنيطره، يعني تساريت مشيت خدمت في طنجه، خدمت في العريش، خدمت في كازا، في اي بلاصه. نهار اللي جيت قنيطره دبرنا بواحد المحل، يعني وبقينا كنخدموا وكنجمعوا حتى تلاقينا مع بنت الناس هذه، وهي جمعاتنا مزيان ولينا مزيانين. داكشي اللي ما عشناش في الصغر اللي كان ناقصنا حنا. الحمد لله كان عندي صباط شحال هذه، واحد كنت كنخدم به 3 شهور 4 شهور 5 شهور، دابا انا عندي بيت ديال الصباط. فين كاين المشكل؟ واش ماناش ماشي من حقيناش اخويا، من حقي. اذا هذا الشيء هذا من فضل ربي اللي داكشي اللي ما عشتوش شحال هذه انا كنعيشو دابا وفرحان وما عنديش غرام ديال المشكل. تلاقيتي معاه في التران ولا فين تلاقيتي؟ عندي معلومه بانك تلاقيتي معاه في التران. لا تلاقيت معاه في لاكار، ماشي في التران، تلاقيت معاه في لاكار. لقيت معاه في لاكار وهضرت معاه في لاكار. وهي قبل من ديك المراه كانت عندي مراه اخرى، يعني كانت عندي واحد المراه مراه في السلام ما كتولدش. صافي بقينا انا وياها وعادي تفاهمنا انا وياها، قلنا لها نتزوج، قالت لي خذ راحتك. صافي وعجبتني هذه السيده وتزوجنا ودرنا معها 2 وليدات وفرحانين الحمد لله. كاين شي سهرات السي عادل كتحيوهم بتقريبا قرابه 20 مليون، كطلع المنصه كتبدا تقول والو تلاعبه والو حيد الميلودي، ما كتشوف راسك كدي اموال الشعب كتضحك على عباد الله؟ واخا اذا يعني ماشي هذا هو لا فهمت انا معك في هذه القضيه. الفهم ديالي السي عادل اللي بغيت نوصل لك هو يعني ما كتعطيش للجمهور ديالك واحد الرساله اللي يعني تكون ايجابيه. كطلع المنصه والو تلعبه والو حيد الميلودي، شنو غينفعنا؟ باش غينفع الجمهور هادشي؟ واخا دابا هذا الجمهور اللي كتهضر عليه انت، اللي هي ساعد المكانه وانت كتغني وكتغني والو حيد الميلودي. هذا عادل الميلودي اللي كتهضر عليه انت بانه كينوض كيضحك على الشعب، عادل الميلودي راه عنده 9 ديال الستيل، يعني 9 ديال الستيلات. عادل الميلودي الرسائل اللي عنده في الاغاني ديالو راه غتسمع لوطار غتحماق، غتسمع الجيتار غتحماق. خلينا والو حيد الميلودي
هادو غير الدراري الصغار. يعني عادل الميلودي كما كنقول لكم دائما راه عنده الجمهور من 5 سنين حتى ل 85 عام. عادل الميلودي الا غتسمع عليه بصح سمع اللوطار ديالو، سمع الكلام الهادف. عادل الميلودي الفنان الوحيد اللي غنى على البرد، ما عمرت في شي فنان في العالم غنى على البرد. كيفاش هذا البرد هذا؟ عادل عطى موضوع على البرد ووصل الرساله لذوك الناس اللي كتغطى ودافين وناسين خوتهم اللي كيموتوا في الجبال. هذا عادل الميلودي دار هادشي. عادل الميلودي دار الديسك على العسكر. نتحدى شي مغربي فنان مغربي غنى على الجيش المغربي، لا عادل الميلودي غنى. عادل الميلودي غنى على الكرا، عادل الميلودي غنى على الطلاق، عادل الميلودي غنى على الزواج، عادل الميلودي غنى على اي حاجه طيح في بالك غنى عادل الميلودي. هذا عادل الميلودي الا عطيتو ديك 20 مليون راكم ما عطيتوه والو، لان عادل الميلودي ملي كتجيبوا نتوما واحد من ما نعرف مصر ويدخلوا في شي مهرجان واعر ويعطيو 800 ومليار وهذوك شنو كيقولوا؟ ما نعرف انا بعدا ما كنفهمهمش، لان انا انسان كنقاري الدارجه. هذوك كيغنيو بالغربيه داكشي ديالهم. شكون اللي عايفهم هذا الشيء هذا؟ هذوك هما اللي خصكم تهضروا عليهم، ما تهضروش على كدي 20 مليون. اما هذا عادل الميلودي الا دا 20 مليون راه غادي يتعاون مع الفقراء وغيتعاون مع المساكين وغيتعاون مع المحتاجين وغيتعاون مع بزاف ديال الناس، لان داك الشيء الله سبحانه وتعالى اللي عارف هذا عادل الميلودي شنو كيدير. انتوما كتشوفوا غير عادل الميلودي دا 20 مليون وقال والو ساعد المكانه ويبقى والو غيسالوا يقولوا حيد الميلودي ويسالوا يقول والو ويسالوا يقول حيد الميلودي. لا، عادل الميلودي وصل رسائل هادفه لهذا المغرب الحمد لله. علاش؟ عادل الميلودي عنده قاعده جماهيريه كبيره، لان عادل الميلودي كيوصل. عادل الميلودي انفو دخل الفيسبوك تلقى عادل الميلودي كيقول شي حاجه، كيقول لك علاش كيقول ملك الخشبه واحسن فنان في العالم، سفير التراث الشعبي المغربي اللي هو عادل الميلودي. 20 مليون ديالاش 20 مليون انا غنشوف غير شي ناس مخصهم شي حاجه غادي المهم ماشي غير واحد هذا بزاف ديال الناس خاصهم خصني ندير معاهم كاملين مزيان، وكندير معاهم مزيان داكشي لوجه الله، فهمتي؟ داكشي وجه الله سبحانه وتعالى. يعني انا ملي كندير شي حاجه ما كيسيق لي اخبار حتى شي واحد، لانني انا ماشي شي واحد غنبقى ندير الاشهار. اجي خوتي هذا عطيتو، هذا لا ما عطيتوش، لا هذا خديتو، داكشي بيني وبين مولاي، والحمد لله الستره كيبغى الله سبحانه وتعالى. هادشي علاش عادل الميلودي مزيان اللي تعطيوه 40 مليون ماشي 20 مليون، عطيوه 40 مليون لانه غيعاون الناس اخرين. والله اللي شاهد في هادشي اللي كنقول لك انا. ما بالنسبه لناس اخرين كيديو مليار و800 مليون و200 مليون، شنو كيغنيو هادو؟ وريني الرسائل ديالهم. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق. فين كاينه هادي كاع؟ لكن عادل الميلودي مسكين كيعطي رسائل، بقات غير والو تال. وهذيك والو داخله في النشاط، داخله ان الانسان كاين اللي عنده المشاكل باغي يعيش والو تال، وغادي بنادم بالبال وناشط. هذا هو المشكل. يعني الانسان بحال دابا هذا السؤال هذا، انا عارف انت دابا انت غير خصك توصل، ولكن هاد الناس خصهم يفهموا بان هاد 20 مليون راه ماشي شي حاجه بالنسبه للفنان. عنده 9 ديال لي ستيل وكيوصل وعنده رسائل وعنده بزاف ديال الحوايج اللي هي كاينه بصح. وشحال من حاجه اقسم بالله، وهاد النعمه هادي الا كتلقى الناس كيقول لي خويا عادل اقسم بالله الا راه بحال اللي راك عايش معايا، كتقول هاد الديسك هذا بحال اللي يعني راه واقع ليا مليار في المية. وبصح هادشي اللي كنقول لك راه كاين، وثيق بيا راه غتسمع شي ديسك ديال عادل انت براسك كتقول ويا عادل والله سيدي الا ما كتكذبش هادشي اللي كتقول لي راه واقع ليا بصح، حيت هادشي هذا كلشي ديال الله، كلشي ديال الله. مرحبا. عادل 4 اشهر الحكومه مازال ما تشكلات. 4 اشهر الحكومه مازال ما تشكلات. هذيك الحكومه ما عمرها ما تشكل. هذيك الحكومه امتى غتشكل؟ ما دابا، لان هذا الشعب فين من غيشد؟ فاش غيهضر؟ فين من غيقول لك بن كيره ما كاينش، خنوش ما كاينش، كل شيء كيدير اللي بغا. هذه الحكومه هذه لانه هو بن كيران الله يعمرها دار. انا نقول لك اللي كاين بن كيران انسان راه الله يعمر ما كاينش خوه، بن كيران راه ما كاينش خوه، ولكن راه حتى واحد ما بغى يدير معاه اليد لانه معقول. وهاد البلاد هذه ملي كتمشي معقول راه ما يمكنش، لان كلشي خصو يدي، والشعب راه تقهر، راه حشومه على الشعب راه كاع صامد. يعني راه يبقى صابر 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 صابر، يجي واحد النهار غينفجر وديك الساعه الحكومه غتلوم الا النفس ديالها، لانهم هما هاد الناس باغيين يسرقوا من تحت. ودابا انت ها هو المازوت زادوا فيه ما بغاوش يهبطوا منه، ها هو البيض طلع للسماء ما بغاش يهبط، ها هو بزاف. والشعب مسكين راه فقير، الشعب راه ماشي راه بنادم كتلقى شاري طوموبيل بمليون والمازوت ليسونس غالي عليه، حشومه. راه يراعيو للشعب، يراعيو. السي اخنوش انا كنقولها ليه بالمباشر، السي اخنوش خصو يراعي لهذا الشعب هذا.
فهمتيني؟ راه ما عنده ما يدي، راه ما يدي معاه حتى درهم، راه ما يدي معاه والو. يدير مزيان مع هذا الشعب هذا، ويدير مزيان مع باش يبقاو يهضروا عليه مزيان. لان السي اخنوش واحد الوقت كان كلشي كيهضر عليه مزيان وكان مزيان، اما دابا راه كلشي ما كيهضرش عليه مزيان. دونك دابا السي عادل انت كتهم اخنوش هو اللي معرقل تشكيل الحكومه؟ ماشي انا، الشعب. انا ما كنتهم حتى واحد، انا راه عايش. ولكن راه الشعب، انا انسان كنهضر دائما باللسان ديال الشعب. الشعب راه متهم اخنوش لانه هو اللي داير العرقله لهذا الشيء كامل، ماشي انا. ماشي الياس العمري. شكون هذا الياس العمري؟ كنعرفوش انا هذا الياس عمري. هذاك الياس عمري راه ما كنعرفوش، كذب عليك، انا ما كنعرفوش. انا الياس عمري هذاك انسان داخل غير كيبقى يهضر على الحشيش، هنا هنا ندير لكم، نجيب لكم، نفعل لكم. هذاك ما مسكين، ما عندي ما نقول عليه، لان انا اصلا ما عنديش شي معرفه عليه. وبصح انا اللي كنعرف الحكومه كامل، كنعرف السي بن كيران وكنعرف اخنوش اللي يلاه عرفته. اخنوش شفت الشعب كيهضر عليه بزاف عاد عرفته. اما السي بن كيران كنعرف ذاك السيد طيب وخالق الله يعمر دار، وهذاك هو ملي تقولوا لي رئيس حكومه كيخصو يكون رئيس حكومه وبامتياز. هذا هو الواقع. شحال من مره خرجتي بشي فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتاكد بانك من غير سيدنا راه ما كتحاشي حتى واحد؟ نورمال. حتى دابا كنقولها لك، عاش محمد السادس ومن غير محمد السادس ما كنعقل على حتى واحد، وحتى واحد ما غيعطيني شي حاجه، حتى واحد. نورمال. انا سيدنا حيت سيدنا معيشتنا في هذه البلاد، مشبعنا، ما خصنا حتى حنا راه عندنا الحريه في البلاد الحمد لله، عندنا حريه. وانا داك السيد راه الله يعمر، راه سيدنا شنو واش كتعرف هذه الكلمه اللي قلتي؟ راه سيدنا راه داير زوين مع كل شيء، راه اي واحد كيوقف على، فهمتيني؟ راه الحاجه اللي كتطلع الدم للشعب المغربي، راه سيدنا اول واحد كتقاب معاهم فيها. السيد راه معاون الشعب على قدو. شكون نتحدى شي واحد مغربي يقول لك سيدنا يسقط الحكم ديال سيدنا؟ نتحداه، ما كاينش. كلشي كيبغي داك السيد، حيت داك السيد الله يعمر دار. اما الاخرين راه الشفره والناب وما نعرف شنو باغيين يديروا. هذا هو الواقع. هو سيدنا مسكين راه هي معاهم، اش غيدير لهم؟ يمشي يعدمهم؟ راه قال حتى هو خلاهم. راه السيد راه مشى لافريقيا، راه كيدير المشاريع ديالو تماك، راه خدام على راسو معزز مكرم، لان هاد الناس ما بغاوش يتقادوا. اش غيدير لهم هو؟ ما عنده ما يدير. وكوميم راه باقي عينو على الشعب ديالو، راه باقي معاون معاه وباقي شي حاجه. واي واحد دابا كيحصل كيقول لك انا كنستنجد بسيدنا الله ينصرو. اي واحد ملي كسمع شي راه الحمد لله بان راه كاين واحد السيد اللي هو سيدنا الله ينصرو في هذه البلاد، لانه كيتعاون مع الفقراء والمساكين والدراري. وحتى سمع اي ديسك كندخل كنبقى نهاجم في الحكومه ولا في اي دويسكات ديال الوقت، بحال ديال زيرو ميكا ولا ديال زيرو غريساج ولا هذه ديال النفايات اللي جابوهم من الطاليان، ولا مسكين محسن فكر ديال الحسيمه اللي يعني هادو كاملين نرسل عليهم دويسكات. ولكن كل سينجل كتسمع فيه في الاخر سيدنا الله ينصرو، لان السيد راه دير اللي عليه وكثر من اللي عليه. شنو بغيتي يدير مازال سيدنا؟ ما صافي بارك عليه، نورمال. سي عادي نعطيك واحد 5 الاسماء معروفين على الساحه الوطنيه وغتقول لي بحقهم جمله. مرحبا. سعيد صناجي، الله يعمر دار خويا ونموت عليه وحبيبي. وهذاك السيد دائما كيبقى الله يعمر دار، لانه حمق، وذاك الحمق ديالو هو اللي زرفوا في ديك القضيه اللي كان داز عليها شحال هادي. ولكن صناجي كيبقى رجل ونصف وفنان في المستوى، وانا واحد الانسان نموت عليه. سعد المجرد، هذاك انسان تزرف، هذاك فنان، هذاك هو الانسان اللي عطى المغرب وجهه ثانيه، عطى المغرب، دار المغرب في المقدمه ديال الفنانه. هذاك كاين شي مغاربه هنا باقيين كيعايروه، باقي يقول الله يعطيه الغرق، الله يعطيه من هنا حشومه. موسماهر انسان كان عندي عاده، ماشي عاده، وحنا ما عندناش العاده، وكانت عندنا غير دابا موسماهر حمق، وانا لقاني حمق منه. يعني دابا الحماق بيناتنا، فهمتيني؟ موسماهر انا اللي عطيته الحماق حماقي، كيقولها لا ما كيقولهاش، كيقولها. عطيته الحماق حماقي، يعني الديسك ديالي وعطيته ليه، وهكا حتى هو كيقول له راه الحماق حماقي ديال هادي. هنا يعني الحماق حماقي ورديته عطيته الحماق، ولا حماق حماقه. اذا الحماق ديالنا وكذا موسماهر ما يمكنش لي نقول شي حاجه، وانما موسماهر الله يعمرها دار رغم بزاف ديال المعيور بيناتنا، وانما كيبقى خويا ونموت عليه. عبد الله الداودي كنكرهو صافي، هذا اللي غنقول عليه وما نزيد عليه شي سميه واحده اخرى. سعيد حسبان رئيس رجاء البيضاوي. سعيد حسبان خصو يبعد من ذاك الرجاء،
يدير خير في راسو يبعد من ذاك الراجل، لان الرجاء كبير عليه، وهذاك النادي راه غادي يضيعوا لعابه في المستوى، باقي مساكن مقاتلين وباقيين كيربحوا وباقيين كيدابزوا رغم انهم ما كيديوش الخلصه ديالهم كما ينبغي. الصفه خير راه مسكين حتى هو مقاتل معاهم، ومتين هو اللي كيعطيهم الصبر، هو اللي كيدير لهم غير يريحوا، غير يصبروا، غير يتسناو، راه هما كيترينيو بزز باش كيترينيو. يعني خويا حسبان غنقول لك واحد الكلمه وثيق بيا من هذا المنبر، بعد من ذاك الرجاء البيضاوي، خلينا حنا راه واحد الناس كنموتوا على ذيك الفرقه، اذا بعد منا بلا ما دير لينا السكور، بلا ما دير لينا سنيده، سير الله يسهل عليك شي بلاصه واحده اخرى وبعد من الرجاء البيضاوي. ومن هذا المنبر كنوجه واحد التحيه لخونا زكريا سكوادرا الله يطلق سراحه، اللي ان شاء الله عندي عليه واحد ديسك قريب اللي ديال المظلوم. هذاك سكوادرا هذا كيتسمى كبش الفدا، هذاك كبش يعني انسان ما لقاو ما يديروا، بان لهم ذاك سكوادرا داوه. سيدي علاش غيديوه؟ شنو دار؟ واش قاتل؟ شنو دار هذاك السيد؟ ما فهمتوش انا. الشعب الطن الشغاب الطن ارا نديو هذا داو واحد تلقوه بقى لهم ويبعدوا من ذاك السيد خليوه يعيش. هذاك السيد راه هو عنده والديه، حتى هو عنده امه، عنده بواه. وانا غادي نصاوب الديسك، صاوبته له وغادي نصاوبه ان شاء الله في الاسبوع الجاي ان شاء الله. غنطلقوا يعني ديسك فيه جميع الكلمات اللي ما غتعجبش بزاف ديال المسؤولين وشغلهم هذاك. وانا دائما عندي الله سبحانه وتعالى كنخاف منه، وعاش محمد السادس واللي بقى ما على باليش به، كلشي ديال الله. سي عادل، كاع الاسماء الفنيه تقريبا هضرتي عليهم، واحد الاسم فني ما كتجبديش بزاف، الزينه الداوديه. زينة الداوديه واش كتخاف منها ولا كيفاش؟ علاش؟ ما عمرها مسكينه ما اذتني في الحياه ديالها. زينة الداوديه اختي ما عمرها ما قالت علي. زينة الداوديه في راسها كتحشم، الفنانه الوحيده اللي كتحشم. زينة الداوديه راه كتحشم، راه انسانه راه بعقلها. كنمشي مع واحد النهار راكب معها في الطياره، اقسم بالله كدير بحالك، دير بحالك. قالت لي يا عادل خويا ما تبقاش دير، ما تشدش هكا. قالت لي الخفه باش ربي يرخف عليك. عادي اذا وليت انا كنركب في الطياره كندير كنقول، وقالت لي الداودي كنبقى ندير بحالك. فهمتي؟ يعني انسانه خلوقه. هذاك علاش غادي نجبدوا هذيك السيده؟ هذاك راه ما عند حتى شي واحد الحق يجبد هذيك السيده. فنانه ماشي زعما فنانه وبزاف بزاف على بزاف ديال الفنانه. هذيك الفنانه يعني هذيك فنانه واعره ملي كنسمع زينة الداوديه فنانه وخطيره والله عمرها دار. هذيك مسكينه ما شوف عمرك سمعتي شي واحد عاير زينة الداوديه؟ ما عمرك ما تسمع، لان هي خلوقه. هي حتى قبل ما تحترم شي كتحترم راسها هي الاولى، واللي كيحترم راسو راه كيحترموا العالم كامل نورمال. سي عادل، اخر ملاحظه، ملي كتنوض تيري في بعض الفنانين واش كتغير منهم ولا قلبك ابيض ما كتبغيهمش يديروا ديك المهزله لروسهم؟ انا ما عمرني ما تيري في شي واحد دار شي مهزله لراسو، انا كنتيري في شي واحد اللي تيرا فيا. ورينا ما نقدرش انا من غير ذاك عثمان مولين انا ما عجبنيش واحد الكلام قالوا، لان ذاك علاش غيرتي منه؟ وغنى ذاك الديسك يا المعفر عفر شويه وما غناش ابونو كل يحظي حنونو ماشي هادي. بان لك انت المعفر تعفر. نهار ما يهضر المعفر قلت لي شي حاجه ما قلنا ليه والو، ولكن ملي نخرج انا ولدي بقى يمشي للمدرسه بقى يصيفطوا الاساسي دا ولدك يقول كلام خاسر، والكلام ديال من ديال سي عثمان مولين اش كندير لي انا نورمال غنوض نتيري فيه عادي. هذاك راه ولدي، انا راه ولدي. واما انا انا بيني وبين عثمان الله يعمر هذا ما عمري ما كان بيناتنا شي خصام. هذه الكلمه اللي تيريت فيه هذا الوحيد. اما شي واحد اخر ما عاد الا تيرا فيا غنتيري فيه بالمباشر، ما عنديش غرام ديال المشكل. دونك ما عندكش مشكل اللي تيرا فيك تيري فيه؟ نورمال. وباقي حتى دابا اللي تيري فيا نتيري فيه وما نعقلش عليه، لانني انا كنهضر على العقل. واللي ما عجبوش حال شغل، واللي ما حاملش هذه الميلودي بلوكيه عادي بلوكيني. دابا كتقول هكا هادي حيت لعقتي فلوس وشبعتي فلوس. جاب الفلوس لهذا الشيء هذا؟ والفلوس راه هما كلشي. واخا حنا راه كنتعاملوا في الفيسبوك مع ناس ما عندهاش، ما كتكسب ما كتعلم، كنتعاملوا ما كنهضروا معاهم وكنتعاونوا مع شي وحدين فيهم عادي. علاش هاد الناس هادو علاش انا كنحقرهم؟ بالعكس انا ما كنحقر حتى واحد. انا خوتي هادوك لي فانز خوتي ونموت عليهم، واللي خاصها شي حاجه اللي هو داخل ليا الدماغ ديالي ندير معاه مزيان ونعنقوا بربعه اليدين وانا خوه وماشي حساد. وباينه فيا انا انسان ديال ولد الخير، لانني انا اصلا كبرت بوالو. هذا هو الواقع. ملي كبرت بولا انا كنحس باي واحد، انا عارف الواقع ديال اي واحد. كيفاش انا بنادم ولا بنادم عنده اللي عنده شو انا اللي عنده كاع ما كنعترف به. داك اللي عنده ما نعرف، انا كنعترف داك الناس اللي ما عندهمش. انا كنقول الله يقتلنا مع الله يحشرنا مع الدراوش. صافي نموتوا مع الدراوش راه ما داروش، وكتعيش الحياه السعيده مع الدراوش.
يعني الدرويش ترست هي وما ما عندك ما تخسر عليه، وانما كيعطيك حياه اللي هي تعرف. اما ذاك الانسان اللي عنده يبقى لك بالبخ والشيكي والطن والشيئانه داك الشيئانه طلعت لي في راسي. انا ما ندير الشيئانه. انا عارف انا انت بحال حنا انت 9 شهور انا 9 شهور انا ولا 9 شهور، واللي زيد 7 شهور قليل فاش كيعيش. هذا هو الواقع. 9 شهور 9 شهور اذا غنعيشوا الحياه السعيده نورمال. عادل كنتي معنا صريح، يعني الله يعطيك الصحة ومشكور على قبولك الدعوة. جملة أخيرة عادل. لم الواجهه ولا الجمهور؟ الجمهور. الجمهور ديالي رانا كنقول لك، انا الجمهور ديالي جمهور عادي الميلودي من هذا المنبر من الواجهه كيقول لكم انتم راه احسن جمهور في العالم، وماشي كنافق عليه انا، لان شوف هذا الجمهور ملي كنقول ليه بحال هكا هذا غير حبا انني كنبغيهم، لانه بصح لان انا اللي عارف شنو بيني وبينهم. ملي كنكون في الفيسبوك كنعرف كيفاش نهضر معاهم، وهما دابا كيسمعوني وعارفيني انا هادشي اللي كنقولوا راه حقيقي. لان ملي كيدخلوا عندي للبريفي رانا كنهضر مع اي واحد. كاين حتى شي وحدين كيشعيروني فهكا كندخل عند البريفي كنقول لي الطرمانه، نقول له اخويا هادي راه ما كيسحبني شي واحد اخر، اذا انت اخونا بخير. وكاين شي واحد اخر كيقول لك انت مال قدانا الطاسيرين عندك داك فهمتيني. وهكاك وانا ما كيطلعوش لي الدم هادو، لان اللي كيعاير عنده نقص في شي حاجه كنخليه في خاطره. وهذاك الانسان اللي كيجيك صريح هذاك راه خويا حبيبي نموت عليه. هادشي علاش كنقول لك عادل مع الجمهور ديالو راه ديما ناشط، ومع لي فانز الزوينين ديالو راه ديما ناشط، وديما احسن جمهور عادل الميلودي اللي كيموت عليهم من الحداده للحداده. والناس ديال الواجهه هادشي ديال بصح الصراحه براحه، يعني الصراحه راحه. هذا برنامج خويا هشام جناح، خويا هشام جناح راه عنده الصراحه راحه وهي فري. هذا البرنامج راه قليل ديال الجرائد الالكترونيه ولا القنوات الالكترونيه اللي غيطرقوا لهذه الصراحه راحه. وواحد القضيه خويا هشام راه تقدر تجيب بزاف ديال الفنانه وما يعطوكش الصراحه راحه. انا نقول لك اللي كاين، ولكن هادي راه داكشي اللي قال راه هو اللي كاين. راني صريح مليار في المية، لانني كنقول لك شي حاجه راه هي ديالي. وها من هذا المنبر كنشكر الواجهه اللي عطات بزاف ديال الناس الثقه باش يشوفوا الصراحه راحه ديال اي فنان ولا اي ممثل ولا اي رسام ولا اي واحد درتو معاه استجواب. يعني بحال هادشي بس سولتيني، يعني انسان خاصك تطلع عليه الدم باش يجاوبك بالصراحه راحه ديالو، ما تخليهش يكذب. وما نخافش عليك خويا هشام جناح. كنشكركم كاملين الواجهه. الله يعطيك الصحة. الحقيقه بالدقيقه كلشي ديال الله.